تفكش التليفون بعد اذنك عشان جديد. لا ما انا هنقوم نفك راسك عاد. لا انا هنقوم. انا لو قمت هنفك لك راسك. معلم عندك صيانه؟ اتفضل يا باشا في ان شاء الله. التليفون ده لما رن على حد هو انا نسمع وهو ما يسمعنيش. انت تسمع وهو ما يسمعكش؟ ايوه. وريني التليفون. يعني انت لما تتكلم من هناك ما سمعك شيء؟ هو ما يسمعنيش وانا سامعه. طيب دي مشكله مايك في التليفون. كيف لازم مايك؟ ده لسه التليفون جديد. مين عم ده 12 بلا جديد؟ كملش لسه سنتين ثلاثه هو. لا اله الا الله سنتين ثلاثه. ما لما جديد سنتين ثلاثه، ما لو قديم يا اخي 200 سنه معاكم. لا لسه التليفون جديد. مين ما يسمعش، انت ولا اللي هناك؟ اللي هناك ما يسمعش بس ما تفكوش. دقيقه واحده بس اصبر علي. حظك زي الفل فوش ولا حاجه التليفون، بس المايك عندك هنا مسدود ولا حاجه، بالابره سنه صغيره اهي كده نضيف وبقي زي الفل، وهناك هيسمعك. خد جرب. الو يا يما سمعاني؟ شغال يعني عندك الصوت؟ تمام يعني. ايه الاخبار؟ تمام الصوت. الله يروح يا شيخ، الله يبارك لك. الله يخليك يا شيخ. تسلم. الصبح يا راجل يلف على لفيت على نص ابو تاش يقولوا لي عايز مايك هيكلف قلمي وانا عايش نفك التليفون لسه جديد. يا عم الحمد لله استطرت تحت الله يبارك امرك. لك يا شيخ. الله يخليك تسلم. انت يا زعيم انت بوظت التليفون مش صلحته. الواي فاي كان شغال والبلوتوث كله كان شغال انت بوظته، وقلت لك التليفون عشان يفك التليفون لسه جديد. بوص لك ايه يا ابو العم ماله التليفون؟ لا كان شغال الاول، انت بعد ما مسكته انت بوظته. يا حبيبي الله يهديك، انت جيتني على التليفون هناك ما يسمعكش، انا نظفت لك المايك من بره فكنوش التليفون يا لا اخوي. بس كان شغال الاول، الدبوس انت اللي عملت بيه ده بوظه. يا اخوي دبوسيه الله يهديك، ما دخلش الدبوس من جوا، ده انا قدام عينك عملت لك. يا ابو العم انت رجعته من زي ما كان شغال الاول هو. يا حبيبي الله يحفظك، انا ما دخلتش الدبوس، انا سنة نظفتك السماعه والسماعه عندك اشتغلت. كانوا شغالين الاول. طب ما انا اخذته انت بوظته. انا فكيتش الموبايل اصلا، ما تفتحش الموبايل. الله اعلم عاد ليش دعوه، انا ترجع التليفون زي ما كان، ترجعوا لي زي ما كان شغال. طب انا اخذت منك فلوس. مش لازم تاخذ فلوس بوظته، انت عايز تبوظه تاخذ فلوس كمان. كيف بوظته انا يا ابو العم؟ انا بوظته. لا اله الا الله. لا كان شغال. دقيقه بس بالراحه بس، انت مش جيتني على المايك ما سمعش اللي هناك وعملته لك، واللي هناك امك ما تكلم امك مش امك سمعتك عادي زي الفل. ماشي وجيت نشغل البلوتوث والواي فاي فاصلين تنردش. انا مالي ومال دول ما عملتش. والله ليش دعوه، انا كان شغالين هم انت بوظته. مش هي يا بابا ما لهمش دعوه دول بدول، انا مالي دول يكون في عطل من الاول عندك انت. لا كانوا شغالين انا مجربهم قبل ما نجي. لا ما فيش الكلام ده، خد توكل على الله روح. لا تصلحوا لي كانكش دعوه بيه يا حبيبي روح الله يهديك مش هينفع. تصلحوا لي تليفون جديد تجيب لي واحد مكانه. جديد مين ده؟ 3 سنين ولا جديد يا 3 سنين 3 سنين التليفون لسه جديد معاي يا زعيم. انا ما صلحتلكش ما بوظتلكش حاجه، التليفون بايظ وحده من انت جبته بايظ وحده. انا صلحت لك. شغالين شوفوه من عندك. طب انا فكيته. لا طيب ما فكيتوش بقى بوظته ازاي لمين يعني؟ الله اعلم، التليفون كان شغال بعد ما انت عملت بالدبوس انت بوظته. يعني انا دلوقتي بوظت التليفون؟ انت اللي بوظته، ما كان شغال هو الاول. اقعد ارتاح كده 10 دقائق. ما تفكش التليفون بعد اذنك عشان جديد. لا ما انا هنقوم نفك راسك عاد. انا هنقوم. انا لو قمت هنفك لك راسك. تليفونك هتصلح تليفونك يبقى هيتفك تمام. غير اديتي انا هنقوم نلبسه لك في وشك. عايز تليفونك يتصلح يبقى الموبايل هيتحل عشان خاطر نخلص من الحوار دي، مع اني مع فاهمك ما بقول لك انا ماليش علاقه ما عملتوش، هنفكه ونبص عليه. هو كان شغال انت حلو بس تحافظ عليه خلي بالك منه. طب جنب ده تريزع مش مديني في هيك اتفضل اجي اقعد. ما العيب مش عليك، خيرا تعمل شرا تلقى. تعال جاي قوم. ده ما تحلش دي. كمش 3 سنين معاي. ده ما تحلش دي. لسه جايك كمش 3 سنين معاي. لما كله كبار وسلك من جوا ومصلح 100 تصليح يقول لي ما تحلش التليفون. يبقى انت اللي دعكته يا ابو العم، كان جديد التليفون كان يا بني ادم انت مخك طبيعي انت ولا مخك في حاجه انت ولا ايه ظروفك بالظبط انت؟ ايه مالك يا ابو العم؟ كان شغال التليفون جديد معايا كان شغالين. طيب انا هنصلحه وهنتأدب اني هنعرف ناخد حقي منك زين. ماشي اقعد ارتاح. طالما انا عملت معاك الصح بما يرضي الله، جيت تتبلى علي وترمي بالك علي وتنصب علي، انا هنعلمك الادب ونعرف ناخد حقي منك ازاي. اوعى خلي بالك منه عشان لو اي حاجه باظت يبقى انت اللي بوظت. التليفون كله شغال، ادي بوظت البلوتوث وبوظت الشبكه بتاعك. سمعني يا ابو عمو. سامعك ماشي سامعك. خد يا باشا ادي الواي فاي
ويد البلوتوث وشوف النت كده اشتغل ولا ما اشتغلش. لو في حاجه بعد كده فصلت هنجيبه لك بكره ولا بعده. جرب بس الاول شوف الدنيا شغاله ولا شغالاش. تمام اشتغلوا جديد. في حاجه تانية؟ ما هنجرب عاد، هنجرب ما الله اعلم انت عملت ايه في جوا شفت شن. طب توكل على الله روح. يلا السلام عليكم. انت يا زعيم ما انت هتصلح الحاجه بوز الحاجه ولا ايه؟ المايك اللي كان شغال فصلته هذيك هذه اهو. ده يومك ما خلصانش نهاردي. ايه ده يا ابو العم انت هتصلح الحاجه ولا تبوظ حاجه؟ مال الربراب تاني. المايك فصل كان شغال دلوقتي. طب المايك انا اخذت منك فلوس فيه. الله اعلم عبالك. انا المايك اخذت منك فلوس فيه. ما اخذتش مني فلوسك. نفعتش النظافه كده عايز اصلح عايز اغير فلاته هو خد. كان شغال دلوقتي يا ابو كان شغال انا كنت اخذت منك فلوس. انت لما فكيت انا عملته من عندي لا ما بوظش حاجه هو كان بايظ الاول. طب عايز ايه؟ انا عايز فلاته مايك اصلي مش مايك فلاته مايك اصلي. وبكام يعني ده؟ 700 جنيه هتكلفك. كيف 700 يا ابو؟ زي ما انت انا نفعش معاك انت ابو بلاش نفعش معاك. هيكلف 700 جنيه. 700 جنيه. هذه 500 ميزانه عليك. 700 ما ينقصوش 5 قروش. 700 ما ينقصوش 5 قروش. 5 قروش ولا جنيه. هات 600 وهات 100 بس من عندك. ولا الهوا انت عايز تصلح المايك يرجع يشتغل كل 700 جنيه. كان شغال في الاول. كان شغال انت جيت لبسني التليفون وخليتني انا اللي بوظته وعملت لك بيرضي الله من عندي. يبقى انت بوظته المايك بايظ هيكلف 700 هتعملوه 500 ولا الهوا. هات 600 هات لجاي ولا جنيه تاني هات لجاي. اقعد ترزع هني. انا اقول لك ناخد حقي منك لمين. العيب مش عليك.